السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وكامل في صحة جيدة. كما تعرفوا انني ديما نغيب عليكم للاسف، وما قدرتش نواظب على القناة، ما قدرتش نوفق بين حياتي العملية العلمية الهوايات وكل شيء المتعدد. الحاجة اللي جيت اليوم بمناسبة العيد المبارك، جيت نهنيكم، جيت نشارككم، جيت نطلع عليكم، جيت نتفكركم ونفكركم بيا باه ما تنساونيش. شكرا للناس اللي وصلتني ل5000 متتبع، اخوة واخت، مش متتبعين، اخوان. فرحانة بزاف بهذا العدد، رغم انه تزايد المتابعين يزيد بقلة، لكن انني مانيش مهتمة بتزايد المتابعين قد ماني فرحانة انني نشارك ناس، يعلقوا لي ناس، نشوف تفاعل تاع الناس معايا. هواية يعني، تعرفوني نحب المونتاج، نحب نشارككم، نحب نفرح معاكم، نشارككم نصائح وكذا. الحاجة الجديدة عليكم اللي جيت نشارككم بها اليوم انه بخاراتي هذو من صنع يدي وحياة عيني. خدمت هذه البخارة في ظرف وجيز، حولت الهواية تاع الجبس اللي اول ما بديت القناة بها، حولتها المشروع صغير بسيط راح نشارككم فيه ان شاء الله، وراح نعطيكم فيديو ان شاء الله في الايام القادمة، ونشارككم بوش راني نخدم. راح نشارككم اليوم كذلك واش درت للعيد، واش لبست وكلش. تشوفوا معايا درت هذه لاغوب الباغ، هذه لونها ما عرفتوش، درت معها هذه البليغه سامبل، حاجه عاديه، لا زركيش لا والو، ما فيها حتى حاجه مواسيم. درت معها بارير تاعي، كان شاريه لي الاب تاعي الله يرحمه، حبيت نكون معايا حاضر. درت حاجات بسيطه، لا مكياج ولا هم يحزنون لانني نهاري كومبلي في الكوزينه. البليغه طاحت صدفه مع الروبه، ما طيحتها ما والو، كنقول لكم رحت في اخر لحظه شريتها. هذا هو البارير اللي قلت لكم عليه، السامبل هذا اللي خرج وقت. اختار معايا الاب تاعي، فيه لي بوكل فقط، ومعاه الميندايز موتيف صغير هذاك مع خيط سامبل كيما راكم تشوفوا، ماهيش حاجه واو يعني، حاجه بسيطه تاع كل يوم. هذا هو الشيء اللي درته، مع انه اخر لحظه به لبست وبه وسيت وبه المصباح كامل في الكوزينه كاي بنت جزائريه. هالقاطو هالشخشوخه هذيك هذا السنيوات. درت هذا الفارني البسيط، البارفه تاعي العاديه هذه اللي ما فيها حتى ريحه زعما سبيسيال، كانت عندها وقت خرجت استعملتها. ليدي هذه ليدي غلام هايله ثاني بزاف. نيفيا كريم سولي، يعني الطبيب قال لي حتى في الدار في سخانه الكوزينه ديري كريم سولي. بلاكيت شعري كما تعرفوا عادي، حاجه بسيطه كما قلت لكم، ما كاش حاجه كبيره. وحبيت نشارككم ثاني تشوفوا معايا ضواقات اللي جاونا، العاده الجزائريه اللي ان شاء الله ما تنقطعش، انه الناس في العيد يجيبوا لك صفحه القاطو اللي هي الحلويات الجزائريه، احنا نقولوا قاطو العيد، لانه في دول متنوعه القاطو هو الكيك او نوع من الكيك، يعني هيك هذا هو القاطو العيد، يعني حلويات العيد، صابلي مشوك هيك. الناس كل واحد يجيب صفحه هكذا، يجونا صفحات. حبيت اشارككم هكذا تشوفوا معايا الاجواء، داخلين خارجين بسنيواتهم، الناس تجي الناس تروح. وهذه الشخشوخه اللي كنت درت لكم فيديو عليها، الشخشوخه البوسعاديه طبعا كنت ندوان فيها. وهذو الضواقات الاخرين ثاني تاع ديار الناس اللي جات. باه ما نطولش عليكم الفيديو، تشوفوا معايا هكذا حطيتهم كامل مع بعضهم باه نعرف كل واحد وش جاب لي، باه هكذا انا ثاني نرد يعني كي تجيك صفحه، يعني الصحن لما يجي لازم ترجعيه مليان، ما ترجعيهش فاضي. نحكي للناس اللي معايا غير الجزائريين، الصحن لما يدخل مليان ما يطلع فاضي، يطلع كمان مليان. هاك العادات الجزائرية يوم العيد. كذلك الناس تجي تاكل شخشوخة، كاين اللي جا سبيسيال اللي جا الشخشوخة، نفطروا بالشخشوخة الجزائرية. والناس الجزائرية يعرفوا انه الشخشوخة البوسعادية شخشوخة سبيسيال. اللي حاب يعرف الشخشوخة البوسعادية كما قلت لكم راني دايرت لكم فيديو عليها بالتفصيل الممل. انا يا ثاني حبيت نشارككم انا واش درت للعيد في اخر لحظه، كيما نشرت لكم في ستوريات تاعي تاع القناه ولا في حسابي الشخصي، انه اخر لحظه يوم الاربعاء قررت نعمل الحلويات. درت مقروط وجلجلانيه وصابلي شوكولا
وصابلي العادي التقليدي داك سبيسيال وبنيون. هذا البنيوان اللي يموت عليه في الدار، البنيوان تاعي لازم يحضر كل عيد. هذا هو الصابلي تاعي، حاجه سامبل. المهم ما يجوا نستقبلش الناس بحاجه فارغه، عادي كيما راكم تشوفوا حاجه بسيطه يعني. وكما قلت لكم الحاجه سبيسيال انه البخارات تعطوا واحد اللمسه، وانه بخارات يكونوا في طاولات الناس، يشاركوا فرحه الناس، تكون في كامل البيوت كاين لمسه ليك مع العيد. حاجة رائعة. هذه هي الشخشوخة كما قلت لكم. دوك نوريكم كيفاه الشخشوخة وكيف حطيتها واش درت معاها. كان غايب اللبن بصح ما علينا، درت الزبدة، درت الفلفل قطعته. دوك تشوفوا الطاولة كيفاه حطيتها، قازوز عادي وشخشوختنا اللي درتها في تاجة الطين كما راكم تشوفوا. حاجة بسيطة ما فيهاش تعقيدات، ما فيها والو. حبيت نشارككم فقط وما نغيبش عليكم. ديك لي زيتيات الصقار هذوكا حطيت فيهم الفلفل وبصل وش يقولوا وزبدة كما راكم تشوفوا. وهذا الدجاج عادي بالنجبيه. وكانت بسيطة القعدة، كانت لمة عائلية رائعة. عجبتني هذه التاجرة التقليدية صنع بوس عادي. هكذا راهم ياكلوا، بداو سموا بسم الله ستوريات. نحكي لكم لما رائعة، لمت العائلة، لمت الفرحة. صح انه كان للاسف الام تاعي والاخت غايبين علينا، كانوا راهم في العمرة، راهم في البقاع المقدسة. ان شاء الله يرجعوا لنا سالمين غانمين، وكذلك ان شاء الله راح نشارككم اجواء العمرة يا رب. هذا هو اللبس تاعي، لازم نشارككم انا اللبس تاعي كيفاه جاني في الاخير، ونقول لكم هكذا والله هكذا راح ما نغيبش عليكم. واللي يسال عليا نقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ينعاد عليكم سنين واعوام عديده يا رب. الى اللقاء.